رامز جلال مجرد برنامج مقالب ولا في سر تسويق؟ لو فهمته هتعرف ازاي تكسب في مجالك. تفتكر رامز جلال بيبيع مقالب؟ الناس فاكره ان برنامج رامز قايم على المقالب، لكن الحقيقه هو بيبيع الاثاره، الترند والمحتوى اللي يخلي الناس كلها تتكلم عليه. هو ده بالظبط اللي لازم اي حد في تسويق يفهمه. انت مش بتبيع منتج، انت بتبيع احساس وتجربه. تاني حاجه، اثاره الجدل بتساوي مشاهدات بالملايين. كل سنه الناس بتقول البرنامج بقى ممل، كل ده تمثيل، الناس اللي بيطلعوا معاه عارفين، بس برضه كل الناس بتتفرج. تفتكر ليه؟ لانه بيستخدم اهم تكتيك تسويقي في العالم، الجدل بيصنع الانتباه. لو عايز محتواك ينتشر لازم تفكر ازاي تخلي الناس كلها تتكلم عنه. تالت نقطة، البراندات بتموت عليه، وده درس تسويق مهم. ليه شركات الاعلانات بتدفع ملايين لرعاية البرنامج؟ لانه طبعا بيجيب اعلى مشاهدات، وده معناه وصول ضخم لاي اعلان. لو عندك جمهور متفاعل الشركات هتجي لك بنفسها عشان تعلن عندك. النقطة الأخيرة، الاستمرارية هي السر. مفيش نجاح بيحصل بين يوم وليلة. رامز بقى له أكتر من 10 سنين بيعمل نفس الفكرة، ولكن بيطور فيها كل مرة. في التسويق النجاح مش ضربة حظ، النجاح هو انك تعرف تجدد في فكرتك وتفضل مستمر. السؤال الأهم دلوقتي، انت شايف ان رامز جلال عبقري في التسويق ولا بيكرر نفسه؟ شاركني برأيك في التعليق دلوقتي وانا هرد عليك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتابعنا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو جايب افكار جديدة. سلام.